صاحبة القصة أنا مريم. عائلتي مكونة من أمي وأبويا و8 أولاد و3 بنات. من طفولتي كان واحد من أخواني مقرب مني مرة، اسمه خالد. كان هو القريب مني ومن أخواني، كنا دائما نلعب وطول وقتنا مع بعض. خالد أكبر مني ب4 سنوات، لكن كأننا توأم. طفولتي ومغامراتي كلها كانت معاه. بدينا نكبر وإحنا ما زلنا متمسكين ومقربين من بعض. إذا صارت له مشكلة يجي يكلمني والعكس. بعد فترة لاحظت إنه خالد تغير أسلوبه معايا وأنا عزل مرة، لدرجة يجلس يوم كامل ما يكلمني. صار منطوي على نفسه، ما يتكلم، ما يسولف، ما ياكل، طول الوقت لحاله. كنت أبكي كثير لأن خالد كان مثل توأمي، لكن فجأة صار يتجاهلني وما يتكلم معايا. مرة من المرات جيت دقيت عليه الباب، دقيت باب غرفتي وكان معايا لعبة جبتها من عند صاحبتي. فتح لي الباب وكان وجهه واضح إنه هو متضايق من وجودي. كنت أشرح له طريقة اللعبة بكل حماس. في نص الشرح رفع صوته علي وقال لي انقلعي برا، ماني فاضيلك ولا فاضل سخافتك هذه، تري اطلعي برا. رجعت غرفتي وأنا أبكي. دخلت علي أمي وأنا منهارة، وأمي بس تهدي فيني تقولي يا بنتي إيش فيك، أنا أمك، قولي لي يمكن أقدر أساعدك. وأنا خلاص ما أبغى أتكلم مع أحد. مسحت أمي على راسي وتركتني وراحت. عدت الأيام، كنت جالسة في الصالة، طلع خالد من غرفته وطالع فيني وقال ريم تعالي الغرفة أبغاك في موضوع. هنا نطرت من الفرحة، خلاص أخيرا خالد حس فيني. دخلت وقفل الباب وقال مريم في شيء أنا جالسة أفكر فيه وقررت إني أسويه.